طيب خلينا متفقين ان الاكله الحلوه يتسافر لها بلاد، بس المره دي الرحله مختلفه لانها بتبدا من 70 سنه بحلم شاب واقف بصينيه هريسه غرقانه شربات بالسمنه البلدي في عربيه صغيره واقفه في محطه مصر، ومن كتر ما الناس حبت الهريسه بتاعته العربيه بقت 2 والفرع بقى فرعين لحد ما بقى ليه فروع في مصر كلها. فانا دلوقتي موجود في بلد عبد الحليم حافظ عشان نجرب اجدد فرع لاقدم حلواني في مصر وهو ابراهيم الغفير. فاهلا بيكم بقى في محافظه دمنهور. احنا حلواني ابراهيم الغفير بنقدم منتجات بقالنا 68 سنه. جينا لكم هنا دمنهور عشان نوريكم الهريسه على اصولها. خلينا نبدا اول حاجه بقى بالاختراعات، واول حاجه معانا وهي البسبوسه التركي. هي عباره عن بسبوسه محشيه من القلب بتاعها كريمه. ايه ده غريبه فعلا. بص هي القطمه بتاعتها الوهله الاولى تحس ان هي ميكس ما بين الكيك والهريسه في نفس الوقت. بالنسبه للعجينه السكر بتاعها على الهادي قوي. تاني حاجه بقى معانا وهي الكنافه عجوه، عباره عن كنافه في النص عجوه وفي تمر على الوش. دي تحس ان هي رمضانيه جدا. الله. دي طعم السمنه البلدي واضح قوي 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 فيها. طعم العجوه حلوه قوي. ويا جدعان انا اول مره اشوف مكان بيبيع الجاتوه بالوزن. بص هي بتبقى عباره عن كيكه فادج فيها نوتيلا على الوش. بتاع ده بيحاربوا بيه الامهات اللي بتعمل كيكه لعيالهم في البيت، لانها احلى من اللي بتتعمل في البيت وسعرها حلو جدا. والافتكاسه بقى اللي بعد كده دي حاجه اسمها رواني. هو ده كيك بس تمام بس متسقي مربى. دي بقى قنبله سكر. ودي بقى يا جدعان اسمها كنافه قماش شبه اللي هو الخيط اللي معمول كده فشكلها لذيذ. بص هي بتبقى محشيه من القلب بتاعها مكسرات حلوه قوي. دي محشيه من القلب بتاعها الحشو بتاع الهريسه.